محمد صلاح هي قصة نجاح مذهلة في عالم كرة القدم. ولد محمد صلاح حسين طارق رمضان صلاح في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج في محافظة بورسعيد بمصر. منذ صغره أبدع في لعب كرة القدم وأظهر مهارات استثنائية. بدأت مسيرتها المهنية في مصر مع نادي المقاولون العرب، فيما انتقل إلى أوروبا حيث لعب لعدة أندية قبل أن يصبح نجما عالميا. قدم لنادي بازل السويسري وساهم بشكل كبير في تحقيقهم للعديد من البطولات المحلية. بعد ذلك انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي. تألق محمد صلاح بشكل كبير عندما انضم إلى نادي روما الإيطالي في موسم من 2015 إلى 2016، حيث أصبح هدفا للفريق من أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي. بعد ذلك انتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي في 2017، حيث استمر في تسجيل الأهداف بشكل رائع وساهم في فوز فريقها بعدة بطولات محلية وأوروبية. محمد صلاح أصبح أيضا رمزا لمنتخب مصر لكرة القدم وشارك في كأس العالم فيفا وكأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى مهنته في كرة القدم. يعرف محمد صلاح بدوره الإنساني والاجتماعي، حيث قام بالعديد من الأعمال الخيرية وللتبرعات للمساهمة في تحسين أوضاع الفقراء ولمحتاجين. قصة محمد صلاح تعكس الإصرار والعزيمة على تحقيق النجاح، وهو مثل للشباب الذين يحلمون بتحقيق أهدافهم والعمل بجد لتحققها.